السلام عليكم. ازيكم يا بنات؟ انا امل، ودي اول حلقة من سلسلة دقايق نفسية. السلسلة دي معمولة مخصوص عشانك انتي، عشان تسمعي نفسك، تفهميها وتطبطبي عليها. يلا بينا بقى نبدأ سوا. اسمعي مني، انتي كل يوم ممكن تكوني بتهتمي بشعرك، بلبسك، بشكلك قدام الناس، بس فكرتي انك تقفي مع نفسك وتهتمي بيها من جوه؟ فكرت ان انتي تهتمي بنفسيتك؟ هل فكرتي تقفي في وسط اليوم وتسألي نفسك انا حاسة بايه؟ ايه اللي واجعني؟ الوعي النفسي يا بنات مش رفاهية، ده زي الاكل والنوم بالظبط. لانك لما تكوني مضغوطة او مكسورة او مش فاهمة مشاعرك، مفيش اي حاجة في الدنيا هتنفعك. ساعتها هتحسي بجد انك حد فاضي من جوه. ويمكن انتي فعلا محدش علمك تسمعي نفسك ولا تحسي بيها ولا تهتمي بيها. يمكن اتعودتي ان انتي تضحكي على طول جواكي، حتى لو في زحمة انتي ماشية الدنيا وبتضحكي. بس انا هنا موجودة دلوقتي عشان خاطرك انتي، عشان خاطر اقولك ان انتي تستاهلي لحظة تسألي فيها نفسك ايه اللي بيوجعني، مين بيستنفذني، وايه الحاجات اللي بتديني سلام بجد، ايه الحاجات اللي بتخليني مبسوطة. الوعي يا بنات مش معناه ان انت تكوني حد مثالي ولا ان انت تكوني اقوى حد. الوعي معناه ان انت تبقي مجرد انسانة قادرة ان هي تسمع قلبها، تسمع نفسها وتحبها. ومن هنا بقى هنعمل ايه؟ هنبدأ رحلتنا في دقايق نفسية. كل مرة ان شاء الله هنتكلم عن مشكلة حقيقية، عن حاجة بتوجعنا او بتستنفذنا. هندور مع بعض على حلول هتكون بسيطة جدا تريح قلبك، تساعدك تكوني اقرب لنفسك. عشان في بيتنا دكتور نفسي هو مكان ليكي من غير حكم ومن غير اي شروط.